هيا بنا يا محمد، إن الله يريد أن يراك في السماوات العلى. ومن هؤلاء يا جبريل؟ إنهم آكل الربا، إنها أعظم رحلات الكون. ومن هذا يا جبريل؟ إنه أخوك موسى. لأول مرة في التاريخ سيتخيل لنا الذكاء الاصطناعي بالفيديو ماذا حدث في الإسراء والمعراج. إنها من أعظم معجزات أطهر خلق الله، إنها رحلة الإسراء والمعراج. فهيا نستعد لنرى المفاجآت والمشاهد العظيمة التي تخيلها لنا الذكاء الاصطناعي بالفيديو لأول مرة، وكيف استقبل الأنبياء الرسول، وماذا حدث في طريقه إلى السماوات العلى، وهل رأى الله في السماء السابعة. ففي ليلة من الليالي كان النبي محمد نائما، جاءه الملك جبريل عليه السلام وأيقظه من نومه وقال له: يا محمد، إن الله أمرني أن آخذك بجسدك وروحك إلى رحلة عظيمة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فجهز سيدنا جبريل لنبينا الحبيب البراق، فكان يشبه الحصان ولكن بجناحين. وعندما اقترب النبي من البراق ليركبه ارتجف البراق واهتز من رهبة النبي محمد، فقال جبريل للبراق: اثبت، فهو والله ما ركب عليك أعظم من محمد. فثبت البراق وسكن، ثم ركب النبي على البراق وبدأت الرحلة العظيمة، وانطلقوا في طريقهم إلى المسجد الأقصى. فكانت سرعة البراق عجيبة، فكان يقفز بسرعة خاطفة إلى أبعد مكان يمكن تخيله، فانطلق يعبر السماء في هدوء الليل. وفي طريقهم إلى المسجد الأقصى شم الرسول رائحة جميلة، فسأل الرسول: ما هذه الرائحة الطيبة يا جبريل؟ فقال له جبريل: إنه قبر ماشطة بنت فرعون، وها هو قد وصل إلى بيت المقدس ونزل من على البراق وربطه في حائط البراق. وهنا تحدث المفاجأة السارة، فعندما دخل المسجد وجده مكتظا وجميع الأنبياء في انتظاره، وأول من استقبله من الأنبياء موسى وعيسى وإبراهيم. ثم قدمه سيدنا جبريل ليقف إماما بجميع الأنبياء ليصلي بهم أعظم ركعتين في تاريخ البشرية. قالوا إن عددهم 124,000 نبي ورسول، وقرأ بهم الفاتحة في مشهد مهيب كأنه يستلم راية الإسلام. وبعد انتهائه من الصلاة أخذه جبريل وذهبوا إلى البراق استعدادا لرحلة المعراج. وقبل أن يصعدوا أتى جبريل للنبي بإناء من لبن وإناء من خمر، وقال له: اشرب يا محمد. فاختار صلى الله عليه وسلم أن يشرب اللبن، فقال له جبريل: هديت إلى الفطرة وهديت أمتك يا محمد. ثم ركب البراق وبدأوا رحلة المعراج إلى السماء، فكل سماء لها باب وحراسة. فعندما وصل النبي إلى السماء الأولى وطلب الإذن بالدخول فتح لهما، فوجد بها سيدنا آدم عليه السلام يرحب به، وعرفه جبريل بأنه هذا هو والد البشرية. فسلم عليه النبي ورد عليه آدم السلام وقال له: أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم وجد الرسول سيدنا آدم ينظر يمينا ويسارا، فإذا نظر إلى جهة اليمين ضحك، وإذا نظر إلى جهة اليسار بكى. فسأل النبي سيدنا جبريل عن سبب ذلك، فأخبره جبريل: إن الأرواح التي على يمين آدم هي أرواح ذريته المؤمنين الذين سيدخلون الجنة فيفرح لهم ويضحك، أما الذين على يساره فهم أرواح ذريته الذين سيعصون الله ويدخلون النار فيحزن ويبكي عليهم. وفي السماء الأولى وجد النبي أيضا أناسا يصرخون وبطونهم كبيرة ويخرج منها ثعابين، فسأل النبي: من هؤلاء يا جبريل؟ فأجابه جبريل: إنهم آكلو الربا يا محمد. ثم صعدوا إلى السماء الثانية، وكان بها سيدنا عيسى وسيدنا يحيى، ورحبوا بالنبي، ولكن رأى النبي فيها نساء معلقات من شعورهن بسبب تبرجهن لفتنة رجال غير أزواجهن. ثم صعدوا إلى السماء الثالثة، فوجد فيها سيدنا يوسف في استقباله والذي رحب به، ووجد فيها أيضا نساء ورجالا يأكلون النار، ثم تخرج هذه النار
ينفجر من بطونهم. فعندما سأل جبريل عنهم قال له: هؤلاء يعذبون بسبب ظلمهم وأكلهم لحقوق اليتامى يا محمد. فقال النبي: سلم يا رب سلم. ثم صعدوا إلى السماء الرابعة فوجد في استقباله سيدنا إدريس ورحب به. ورأى أيضا في هذه السماء رجالا تشق أفواههم من الزوايا حتى تصل إلى آذانهم، لأنهم كانوا يكذبون ويذيعون الإشاعات الكاذبة بين الناس. ثم صعدوا إلى السماء الخامسة فوجد بها سيدنا هارون ورحب به. ورأى في هذه السماء مشهدا آخر من مشاهد العذاب، فوجد فيها أناسا عراة تحرقهم النيران من الأسفل، وهذا كان عذاب الزناد. ثم صعدوا إلى السماء السادسة فوجدوا فيها سيدنا موسى، فقال له: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ورأى أيضا فيها أناسا بأظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، وكان عذابهم هذا بسبب الغيبة والنميمة. ثم صعد إلى السماء السابعة فوجد فيها أبا الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام، فكان جالسا بجوار البيت المعمور، واستقبل النبي ورحب به. وسأل النبي سيدنا جبريل فقال له: ما هذا البيت يا جبريل؟ فقال له جبريل: هو بيت يشبه الكعبة على الأرض يا محمد، ويطوف حوله كل يوم 70,000 ملك. ورأى النبي أيضا في هذه السماء قوما ترجم رؤوسهم بالحجارة ثم تعود رؤوسهم كما كانت، وهذا كان عذاب من كانوا يتهاونون في أداء الصلاة. ثم جاءت اللحظة التي ينتظرها، وها قد وصل إلى سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة تقع في نهاية السماوات السبع. ورأى النبي حول سدرة المنتهى أنوارا وألوانا عظيمة لا توصف. توقف جبريل فجأة وقال: لا أستطيع التقدم يا رسول الله، فلو تقدمت لاحترقت، وأنت يا محمد لو تقدمت لاخترقت. فوصل النبي وحده بالبراق، وهنا وصل إلى عرش الرحمن. وعندما جاء ليخلع نعليه سمع صوتا يقول: لماذا تخلع نعليك؟ فقال: ربي خشيت عاقبة طرد ومرارة الرد، وأن يقال لي كما قيل لأخي موسى. فنودي علي: يا محمد إن كان موسى أراد فأنت المراد، وإن كان موسى أحب فأنت المحبوب، وإن كان موسى طلب فأنت المطلوب، وأنت القريب وأنت الحبيب، فسلني ما تحب فإني سميع مجيب. فقال الرسول الكريم: ربي لا أسألك آمنة التي ولدتني، ولا حليمة التي أرضعتني، ولا فاطمة ابنتي، وإنما أسألك أمتي. فقيل له: يا نبي الرحمة، ما أشفقك على هذه الأمة؟ أمتك خلق ضعيف، وأنا رب لطيف، وأنت نبي شريف، ولا يضيع الضعيف بين اللطيف والشريف. فوعزتي وجلالي لأقسمن القيامة بيني وبينك شطرين، أنت تقول أمتي أمتي، وأنا أقول رحمتي رحمتي. صلوا على البدر المنير والسراج الوهاج. لا تنسى الاشتراك بالقناة، فنحن نتجمع على حب رسول الله.